انتوا عارفين مشكلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسية بتتمثل في عدة أشياء. أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي. انتوا عارفين إيه هي؟ إن هو راجل واضح وشفاف وصريح وبيتكلم بتلقائية ووضوح، وإحنا طبعا مش واخدين على الوضوح والشفافية ولا الصراحة. يعني البلد فيها فلوس بيقول لكم فيها فلوس، ما فيهاش فلوس بيقول لكم ما فيهاش فلوس. إحنا واخدين على المسكنات والتنويم. ابوس ايدك يا ريس، نيمنا، ادينا مسكنات، مش تصحينا من النوم اللي احنا فيه و... والنوم العميق. ازاي تتكلم بوضوح احنا اصلا ما بنحبش الوضوح والشفافية. احنا عايزين اللي يضحك علينا، اللي يطلع يقول لنا الدنيا حلوة والدنيا جميلة وانا هعمل وانا هساوي وانا. النفاق يا ريس. الرئيس الوحيد اللي ما خافش على شعبيته ولا خاف على نفسه، واستمر في التعمير رغم أنف الجميع. البلاد كلها حوالينا بتخرب. تركيا اللي انتوا كنتوا طالعين بيها السما السبعة ربنا رزقها بزلزال، اللهم لا شماتة يا رب، وربنا يكفينا شر البلاوي، واحنا زعلانين عليهم بجد. عايزة كمان 20 سنة إعادة إعمار. المنطقة اللي انت فيها كلها خراب. ازاي مصر بقى تتعمر؟ ما هو الرئيس ده بقى عامل زي ايه؟ زي اللي بيجي وسط شوية ناس غلابة ويشتري حتة أرض ويرفع برج. تلاقيهم كلهم بقى عمالين يشتكوا، اللي يروح المحافظة واللي يروح شمال واللي يمين، ما هم مستكترين عليه البانية. ازاي هو يجي وسط الناس اللي مش لاقية دي كلها يعمل برج؟ ده بالظبط المثل اللي ينطبق عليه. مشكلته التانية ان هو راجل ابن بلد تلقائي، بيقول اللي بيجي في دماغه بيقوله، واحنا مش واخدين على كده. احنا واخدين على الخطب اللي بتتكتب، الخطب اللي بيكتبوها رجال الأمن والمسؤولين عن الرأي العام والمسؤولين عن الإعلام. لكن الرئيس بتاعنا بيتكلم بتلقائية ببساطة ابن البلد. فده مزعل ناس كتير، ان هو بيتكلم ببساطة وتلقائية وبيتكلم من غير خطب مكتوبة زي الناس السابقين عليه. كله كان يقول الخطبة ما هي مكتوبة، دي خطبة مكتوبة. انما اللي اتكلم ببساطته وبتلقائيته، لا ده لا، ازاي؟ ده نكرهه. فالرئيس اللي ما يخافش على شعبيته ويقول الحق ويقول اللي هو عايزه ويمشي في طريقه وما يهمهوش الهجوم، ده راجل صح، ده راجل دغري، ده راجل عايز يبني. عرفتوا عيبه الحقيقي ايه؟ ان هو واضح وشفاف وصريح، واحنا ناس مش واخدين على كده. احنا عايزين النفاق والمصالح تمشي والسبوبة تمشي.